ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نتكلم عن أداة مهمة جدا، دي حرفيًا خلّيني أقول لك إنها مصممة مخصوص مش عشان بس تخلّي أفكارك منظمة، دي بالعكس كمان هتشتغل معاك كمساعد شخصي ليك، والtool دي اسمها notebook LM. هي notebook LM هي أداة جديدة من شركة جوجل بتستخدم الAI عشان تحوّل أفكارك ودفاترك العادية لدفاتر منظمة تقدر تستخدمها عشان تفهم وتلخّص عليك المعلومة بسهولة. وخلّيني أقول لك إن جواها مميزات كتيرة، كمّل بس معايا الفيديو للآخر وهتنبهر لمّا تشوف الtool دي. يالّا بينا نجرّب الtool دي مع بعض. زي ما أنتم كده شايفين إحنا هنا دخلنا على notebook LM، ما فيش أي مشكلة خالص، وهو لو نزلنا هنا تحت كده هنلاقي هو هنا بيشرح لك هي الtool دي بتعمل إيه بالضبط. أوكي، وبرضه عادي هتسجل بالإيميل بتاعك أو لو عندك Gmail ما فيش أي مشكلة. وهنخش هنا هندوس try notebook LM. أوكي، أنا دوست يعني هندوس هنا notebook LM. زي ما أنتم كده شايفين هنا هتظهر لك الصفحة دي، فإحنا هندوس هنا مثلًا create new. أوكي، ميزة بقى الtool دي وأول ميزة معانا إنها هي بتستخدم وبتعتمد على المصادر اللي أنت بتدخّلها لها، يعني هي مش متصلة بالإنترنت. أوكي، يعني أنا في ميزة إن أنت مثلًا تقدر تضيف PDF ما فيش أي مشكلة. طب أنت عندك link مثلًا يوتيوب وده هنشوفه برضه مع بعض تقدر تحطه. أوكي، تقدر تحط المصادر اللي أنت عايزها. فأنا مثلًا عندي هنا هادوس مثلًا choose file. أوكي، وهادوس هنا إن أنا عايز هاتكلم عن موضوع اسمه biodynamic lighting ليه علاقة بالمجال بتاعنا. أوكي، فأنا مثلًا هنا هادوس biodynamic lighting. أوكي، طب لأ أنا لسه عايز أضيف source تاني ما فيش أي مشكلة. هندوس هنا add source. أوكي، وممكن هنا أحط link. فأنا هاحط مثلًا link قناة يوتيوب. أنا مثلًا هنا ده حاجة بتتكلم عن الموضوع، فأنا هاخد لينك القناة بتاع اليوتيوب. أوكي، وادوس كنترول سي. أوكي، واحطه هنا مفيش أي مشكلة خالص وادوس insert. هو كده أنا بقي عندي مصدرين وتقدر تضيف المصادر اللي أنت عايزها مفيش أي مشكلة خالص عادي. وزي ما أنت كده شايف هو هنا بيحمل. أوكي، المصادر بتاعتي وزي ما أنت كده شايف المصادر بتاعتي هنا اتحمّلت. هو مقسّم لي الصفحة بتاعتي ل3 أجزاء، ففي الجزء اللي إحنا بنضيف فيه الsources، وفي الجزء الchat اللي بينك وبين الAI بناءً على الsources اللي أنت دخّلتها، وفي الجزء التالت ده هنتكلّم عنّه بعدين. في هنا الchat هو هنا في ميزة إن هو بيقدر يعمل لك أسئلة بالAI. طَب لأ أنا عايز أكتب له أسئلة من عندي ما فيش أي مشكلة خالص. فأنا ممكن برضه آخُد له من هنا مثلًا ممكن أسأله اللي هي how does biodynamic light ما فيش مشكلة. هيقدر يجاوب عليك عادي خالص. أوكي، وكمان زي ما أنت كده شايف هو هنا جاوب عليك وكمان حاطط لك زي أرقام عشان يقول لك أنا جِبت الجزئية دي منين. يعني لو دوسنا على 7 دي زي ما أنت كده شايف هو هنا جاب لك الsource guide ما فيش أي مشكلة خالص. أوكي، بعد كده طب لأ أنا عايز أسأله، ما أنا ممكن هنا أسأله أقول له what is the benefit what is the benefits of biodynamic lighting. ما فيش أي مشكلة خالص. أوكي، وأشوف كده هيجاوبني. هو هنا برضه جاوبني زي ما أنت كده شايف وده حلو أوي. طيب زي ما أنتم كده شايفين إحنا هنخش على الجزء التالت اللي هو الإستوديو وده اللي حرفيًا فيه المميزات كلها. أنا هنا ممكن أعمل study guide. الstudy guide ببساطة هو بيعمل لك زي guide إزاي تذاكر عليها وبيدّيك أسئلة يشوفك هل أنت مذاكر والّا لأ. أسئلة مقالية، أسئلة صغيرة. هنا ندوس study guide وهو هنا بيعمل generating. أوكي، زي ما أنتم كده شايفين، وهو هنا خلّص لي الgenerating فإحنا ممكن نخش نبُص، ما فيش أي مشكلة خالص. هو هنا بيقول لك biodynamic lighting study guide. أوكي، هنا عامل لك quiz والكويزات دي هو برضه بيجاوبك عليها ما فيش أي مشكلة خالص، وعامل لك برضه أسئلة مقالية وبيجاوبك عليها. أوكي، ما فيش أي مشكلة. كمان إحنا لو رجعنا هنا دوسنا استوديو بيقدر كمان يعمل لك briefing docs. يعني لو أنت عندك 10 مصادر مثلًا بيقدر يعملهم لك كلّهم أو يلخصهم لك كلّهم في مصدر واحد. الميزة بقى المهمة وهي فكرة الdeep dive conversation اللي هو بيعمل لك محادثة ما بين شخصين عن الموضوع بتاعك. جيت هنا ودوست generate. أوكي، هو هيعمل لك محادثة أو podcast بسيط. لو أنت شخص مثلًا ما بتحبش مثلًا إنك تقرا كتير، بتحب تسمع مثلًا وأنت في المواصلات، ما فيش أي مشكلة خالص، تقدر تسمع البودكاست ده أو الrecord ده
بكل سهولة وبكل بساطة، هي بس كل الفكرة إن هي بتاخد شوية وقت few minutes أوكي، وهنشوفه مع بعض ما فيش أي مشكلة خالص. وزي ما أنت كده شايف هو هنا عمل لي البودكاست بتاعي وممكن نسمعه مع بعض. Another deep dive with us. Today, we're exploring biodynamic lighting. Ooh, very timely topic. Yeah. زي ما أنت كده شايف دي خاصية مهمة جدًا، جدًا ولازم تستخدمها وتقدر كمان إن أنت تعمل لها download ما فيش أي مشكلة خالص، وبس وعايزك تجرّب الtool دي وتقول لنا رأيك في الكومنتات بصراحة، بس كده سلام.